الفترة اللي كانت في نص الأربعينات لحد أوائل تسعينات القرن الماضي كان فيها واحدة من أخطر وأشرس وأطول الحروب اللي حصلت في العصور الحديثة. ولكن في الحقيقة الحرب دي ما كانتش حرب تقليدية بين جيشين وكل جيش بيرمي جنوده في ساحة القتال واللي يكسب هو اللي يخلص على جيش التاني الأول. لا، في الحقيقة هي كانت حرب صبر ومعلومات. كانت حرب اللي هيكسب فيها هو اللي عنده نفس طويل ومعلومات أكتر عن خصمه. والحرب اللي بتكلم عنها دي هي الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، واللي ما كانتش حرب معتمدة على الجنود والأسلحة، لكنها كانت حرب معتمدة على المعلومات أكتر. كان أي معلومة عن الخصم لا تقدر بثمن. وهنا كان يجي دور الجواسيس والعملاء المزدوجين، واللي لو اتكلمنا عن عدد الجواسيس في الفترة دي حرفيا مش هنخلص. وفي منهم ناس كتير جدا كانوا أذكياء بشكل مرعب وكانوا قادرين على خداع الخصم بشكل ملوش مثيل. ولكن في واحد بقى من الجواسيس دول ذكائه كان مختلف عن أي حد، لأنه مش بس قدر يخدع الخصم، لأ ده كمان قدر إنه يخدع وطنه نفسه. وفي الحقيقة الراجل اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة هو واحد من أخطر العملاء السريين في الحرب دي، والشخص ده هو العميل الأمريكي ألدريش إيمز. وفي حلقة النهاردة هنعرف كل حاجة عن ألدريش وهنعرف هو إزاي قدر يخدع بلده. ويلا بينا من غير ما نطول أكتر من كده، خلينا نبدأ في قصة النهاردة. القصة بتبدأ يوم 26 مايو سنة 1941، وده يوم ميلاد ألدريش، واللي اتولد في مدينة ريفر فولز الأمريكية. واتولد لأب كان دكتور جامعي، والأم كانت مدرسة لغة إنجليزية في واحدة من المدارس الثانوية. وكان ألدريش عنده أختين بنات أصغر منه، كان هو يعتبر أكبر إخواته ومفيش عنده إخوات ولاد. وفضل الوضع عادي، عيلة جميلة ظريفة ما فيهاش أي حاجة غريبة زيها زي أي عيلة أمريكية. ولكن الوضع مش بيفضل كده كتير، لأن في سنة 1952 بيجي شغلانة للأب هتغير حياة ألدريش بشكل كامل، لأن الأب بيجيله فرصة إنه يشتغل في وكالة الاستخبارات المركزية CIA. وطبعا الأب بيوافق على الفرصة اللي ما تتعوضش دي، وبيشتغل في CIA وبيكون مقر شغله الجديد في ولاية فيرجينيا الأمريكية. وفي سنة 1953 وبسبب شغل الأب فكان لازم إنهم يسافروا ويروحوا على جنوب شرق آسيا. وفعلا الأب سافر هناك. بعد كده باقي العيلة راحت معاه واستقروا في المكان ده لمدة 3 سنين. وفي خلال الفترة دي ألدريش كان متأثر جدا بشغل أبوه، كان عاجبه المجال ده. المهم ان للأسف الأب مش بيفضل كتير يقدم نفس الأداء الكويس اللي كان بيقدمه في شغله، ومع الوقت ابتدى يتقدم فيه شكاوي بسبب أدائه في العمل. وده كان بيحصل لأن الأب كان مدمن للكحوليات، وطبعا ده كان بيأثر على أدائه في الشغل بشكل كبير جدا. ولكن الأب في النهاية ما اترفدش من CIA، لكنه ساب مركزه في جنوب شرق آسيا ورجع تاني يشتغل في ولاية فيرجينيا. وبالنسبة لألدريش فلما رجعوا لفيرجينيا راح هناك مدرسة ثانوية عشان يكمل تعليمه. وفي تاني سنة ليه في المدرسة اشتغل مع CIA زي أبوه، وكان بيشتغل في وظيفة اسمها محلل سجلات. يعني باختصار كده كان بيمسك شوية ورق يحلله ويفحصه كده يعني. ودي كانت واحدة من أقل الوظائف رتبة في CIA كلها، وكان بيشتغل في الصيف بس. وفضل على الوضع ده تقريبا لمدة 3 سنين. وطبعا ألدريش ما كانش بيشتغل في المكان ده عشان هو عنده مهارات عالية، لكنه كان بيشتغل هناك بسبب أبوه، لأن في الوقت ده كان في برنامج كان بيعمل على توفير فرص عمل لأبناء العاملين في جهاز CIA. بعد كده بنوصل لسنة 1959، ودي السنة اللي دخل فيها ألدريش الجامعة، وراح لجامعة شيكاغو وكان بيدرس هناك تاريخ وثقافات أجنبية. ولكن في الحقيقة هو ما كملش فيها غير سنة واحدة بس، والسبب في كده هو كان حبه الشديد للتمثيل والدراما، فما كانش مركز قوي في تعليمه الجامعي. ولكن في نفس الوقت فضل ألدريش شغال مع CIA، وكان شغال عامل باليومية في الوقت ده، وكان شغله عبارة عن إنه رسام بيرسم المشتبه فيهم. بس في نفس الوقت قرر ألدريش إنه يرجع للتعليم مرة تانية، وراح يدرس تاريخ في جامعة واشنطن. وفعلا بعد 5 سنين قدر إنه ياخد الشهادة الجامعية. بعد كده كمان اترقى في شغله في CIA وبقى في رتبة أعلى معروفة باسم GS7. وكان في الفترة دي بياخد تقييمات كويسة جدا في شغله، وده خلاه إنه يكون مرشح لبرنامج تدريب مهني عشان يحسن من نفسه ويبقى في رتبة أعلى من اللي هو فيها. ولكن بالرغم من كل ده فألدريش كان عامل زي أبوه، كان ابتدى يشرب كحول، وبسبب شربه للكحول عمل مشاكل أكتر من مرة، إذا كان في شغله أو حتى مع بعض رجال الشرطة. ولكن المشاكل دي كانت بتتحل، فما كانتش بتأثر قوي في التقييم بتاعه أو حتى في مستقبله المهني، لحد سنة 1969. وفي السنة دي ألدريش اتجوز من نانسي سيغي بارس، ودي كانت شرطية شغالة في CIA، وكان ألدريش شافها كذا مرة وهم في البرنامج التدريبي، وكان حب من أول نظرة لحد ما اتجوزوا. وبعد الجواز نانسي قدمت استقالتها من CIA، والسبب في كده إن في قانون بيمنع إن لو في 2 متجوزين إن هما الاتنين يشتغلوا في CIA. ففي الوقت ده قررت نانسي إن هي اللي تتخلى عن شغلها، وده لأن ألدريش في الوقت ده كان وصل لمكانة عالية في مكتب CIA في تركيا.
وبيكون ألدريش عنده مهمة في أنقرة في تركيا، والمهمة دي كان الهدف منها هي إنه يجند بعض ضباط الاستخبارات اللي كانوا تبع الاتحاد السوفيتي. وفعلا نجح ألدريش في إنه يوصل للضباط دول، وكمان بمساعدة حد من زمايله قدر إنه يخترق واحدة من المنظمات الشيوعية ويعرف عنها معلومات مهمة جدا. ولكن في النهاية بعد كل ده وبالرغم من أداء ألدريش الممتاز في المهمة والمعلومات المهمة اللي هو جابها، فتم تقييمه في المهمة دي بتقييم قليل، وده اللي خلاه متضايق من اللي حصل، وابتدى يكره الشغل في المكان اللي هو فيه، لدرجة إنه كان بيفكر أصلا إنه يسيب CIA كلها، وده لأنه كان شايف إنهم مش مقدرين موهبته ولا شغله. ولكن الوضع مش بيكمل كده كتير، لأنه في سنة 1972 بيتطلب تاني من ألدريش إنه يرجع للمقر الرئيسي للCIA في أمريكا، ولكن المرة دي شغلانته بتختلف وبيتحط في واحد من أهم المراكز في الCIA، وكمان أكترهم سرية وحساسية في الوقت ده. والجهاز اللي اتحط فيه هو جهاز مكافحة الاستخبارات السوفيتية، واللي كان أحيانا بيبقى ليه علاقة ببعض الملفات اللي ليها علاقة بأوروبا الشرقية. وفضل شغال في الجهاز ده لمدة 4 سنين كاملة، وفي خلال ال4 سنين دول قدم أداء كويس جدا، وكان بياخد دايما تقييمات عالية، وكان أداؤه في القسم ده كويس جدا وأحسن من أداؤه في تجنيد العملاء زي ما حصل في تركيا. ولكن بالرغم من أدائه الكويس كان دايما بيكون في تعليقات من رؤساء ألدريش في الشغل عن موضوع إدمانه للمشروبات الكحولية ده، وكانوا دايما بيحذروه إن الموضوع ده ممكن مع الوقت يخرج عن السيطرة. لكن في الحقيقة ألدريش ما كانش بيسمع لحد. المهم بقى إنه في سنة 1976 بيطلب منه إنه يروح مدينة نيويورك عشان كان في مهمة هيخلصها هناك، واللي كان ليها علاقة بالسوفيات برضه. وفعلا قدر ألدريش إنه يخلص المهمة دي وبتقييم ممتاز كمان. وبسبب المهمة دي أخد ألدريش ترقيات ومكافآت كتير، وبقى في فرق كبير بينه وبين كل الناس اللي كانوا معاه في نفس المستوى قبل كده. ولكن برضه الوضع مش بيستمر كده كتير، وده لأن بسبب إدمان ألدريش للكحوليات ابتدى تركيزه يقل أكتر من الأول بكتير، فبالتالي بقى في تفاصيل مهمة ممكن تفلت من إيده، وهو شغله كله معتمد أصلا على المعلومات والتفاصيل، فكل معلومة بتكون مهمة. ده غير إن بسبب عدم التركيز ده فهو كسر 2 من أهم قواعد الCIA. وفي مرة من المرات كمان كان راجع من مهمة ومعاه شنطة فيها أوراق وملفات مهمة جدا، ولكنه في الأغلب كان شارب فنسي الشنطة دي في محطة القطر. وبالرغم من كل ده فبرضه ما تمش طرده ولا حاجة، لكن في الحقيقة الرؤساء بتوعه وبخوه على كل اللي هو عمال يعمله ده. وبالرغم من كل ده فكانت تقييماته في الشغل في الوقت ده مش سيئة قوي، يعني كانت متوسطة. بس الموضوع فضل يبقى أسوأ وأسوأ، لأنه في سنة 1981 راح ألدريش لمدينة نيو مكسيكو، وهناك بقى اتعرف على ست جديدة وعمل معاها علاقة عاطفية وحبوا بعض. والمضحك إنها كانت شغالة هي كمان في CIA بس هو ما يعرفش، فبالتالي هي راحت قالت للCIA على العلاقة اللي بينهم، واللي المفروض إن كان ألدريش هو كمان يقول حسب القوانين بتاعة الCIA. بس ألدريش وقتها ما قالش حاجة، وده خلى المسؤولين عنه يتضايقوا منه وكمان يركزوا معاه. بعد كده الموضوع ابتدى يتطور أكتر وبقى على علاقات عاطفية بأكتر من ست، وطبعا الكلام ده خلاه مش مركز في شغله زي الأول خالص. ده غير إنه في مرة من المرات كان سكران وراح قعد مع مسؤول كوبي، وساعتها عمل معاه مشكلة كبيرة، وبسبب كل ده فالمسؤولين عنه زهقوا منه، وكان ده آخر إنذار بالنسبة ليهم. وفضل في الفترة دي في مشاكل، وشوية يسيب الشغل وشوية يرجع له مرة تانية، وهكذا لحد ما جت سنة 1983. في السنة دي ألدريش رجع بكل قوته للCIA وراح في منصب في جهاز مكافحة التجسس السوفيتي، وده كان واحد من أهم الأجهزة في الوقت ده. وكمان كان ألدريش في منصب حساس جدا، وكان عارف تقريبا كل المعلومات وتحركات الCIA في ملف السوفيت، كل ده طبعا بسبب المنصب بتاعه. ولكن الأمور مش بتفضل كويسة كتير، لأن في الفترة دي بينفصل عن مراته نانسي، واللي بتطلب منه تعويض ضخم، وبيبقى مطلوب من ألدريش كل شهر ولمدة 3 سنين ونص إنه يدفع لها تعويض، وبيكون إجمالي المبلغ ده في حدود 46,000 دولار، واللي كان مبلغ كبير جدا في الوقت ده. وابتدى ألدريش يخاف إن المبلغ ده ممكن يخليه مفلس، ودي بقى كانت بداية اللعنة بالنسبة لألدريش، لأن زي ما قلنا إنه كان خايف يبقى مفلس. وده غير إنه اتجوز كمان عميلة الCIA اللي كان شافها في نيو مكسيكو واللي اسمها ماريا، وفي النهاية وزي نانسي هي اللي سابت الشغل برضه. وبسبب كل ده بقى ابتدى ألدريش يبحث عن حل يجيب منه كمية المصاريف الرهيبة دي، والحل اللي لجأ ليه ألدريش هو كان خيانة بلده، وإنه يشتغل مع العملاء السوفييت. هو بصراحة في الأول ما كانش قصده خيانة بلده بالشكل اللي احنا متخيلينه، لا، هو في الأول كان بيبيع شوية معلومات ملهاش لازمة، وما كانش قصده الخيانة، بس هو كان شايف إن المعلومات دي ملهاش لازمة، وقال إنه هيبيعها في مقابل مادي يحل بيه الأزمة بتاعته.
وفي نفس الوقت المعلومات دي معلومات عبيطة يعني ملهاش لازمة، مش هيستفيدوا بيها ولا هيضر بلده. وفعلا لما راح للسوفييت طلب منهم 50,000 دولار في مقابل بعض المعلومات العبيطة، فوافقوا وكانت الفلوس بتاعتهم حاضرة، وحرفيا أخدها ألدريش في أسرع وقت ممكن. والكلام ده كان سنة 1985. ولكن دي ما كانتش نهاية التعامل بين ألدريش وبين السوفييت، وفضل يديهم معلومات، ومع الوقت بدأ يديهم معلومات مهمة، زي مثلا إنه ادى للسوفييت أسامي 10 من الرجال المهمين اللي كانوا شغالين في CIA والFBI على بعض الملفات الخاصة بالاتحاد السوفيتي. وبسبب المعلومات بتاعة ألدريش ابتدى السوفييت في تتبع العملاء دول ويخلصوا عليهم واحد ورا التاني، وفضل الوضع كده لحد نهاية سنة 1985. وكان ساعتها ابتدى الوضع يتغير في CIA، لأنهم كانوا ابتدوا يعرفوا إن في كارثة كبيرة، لأن كل شوية واحد من العملاء بتوعهم يختفي وما يبقاش ليه أثر. وكان العامل المشترك بين كل العملاء دول إنهم كلهم كانوا شغالين على حاجة تخص السوفييت. فساعتها CIA ابتدت تشوف إيه اللي ممكن يكون سرب المعلومات عن الناس دول. وفي البداية ما كانوش شاكين إنه ممكن يكون شخص من جوه CIA نفسها هو اللي بيسرب المعلومات دي، ولكن كانوا شاكين إن في أجهزة تصنت محطوطة مثلا جوه المبنى بتاع CIA. لكن بعد فترة ابتدوا يشكوا في شخص ما كان شغال في الجهاز، وكان عميل سابق واسمه إدوارد، واللي كان تم اكتشاف إنه عميل مزدوج وكان شغال مع السوفييت برضه، واللي ممكن نبقى نعمل عنه حلقة في فيديو جديد لوحده. المهم بقى إنهم لما فكروا في الموضوع أكتر قالوا إنه استحالة يبقى الشخص ده هو السبب في التسريبات اللي عمالة تتسرب في الفترة الحالية. والسبب في كده إن المعلومات اللي عمالة تتسرب دي كلها معلومات جديدة وأحدث من الفترة اللي كان إدوارد شغال فيها في جهاز CIA. فده معناه إن في شخص تاني بيسرب المعلومات من جوه الجهاز في الوقت الحالي. ولكن آخر واحد كان ممكن يتشك فيه هو ألدريش، والسبب هو شغله، لأن ألدريش في الوقت ده كان شغال في توظيف العملاء السوفييت لصالح جهاز CIA. فكان من العادي إنه كل شوية يتشاف في العلن مع واحد من السوفييت، اللي هو عادي هو بيمارس شغله. وكان في واحد من ضمن اللي بيقابلهم دول هو ده الشخص اللي ألدريش كان بيديله المعلومات. وطبعا المعلن قدام الكل إن ألدريش بيقابل الشخص ده عشان يجنده ويخليه شغال تبع CIA. ولكن اللي كان بيحصل في الحقيقة هو إن ألدريش كان بيديله المعلومات اللي هو محتاجها، وكانوا تقريبا كل مرة بيروحوا يتعشوا مع بعض في واحد من المطاعم، وكان كل مرة يروح ألدريش يقابل فيها الشخص ده كان بياخد عليها 20,000 دولار. المهم إن الوضع فضل كده وما كانش فيه حد شاكك في ألدريش، وهو طبعا شايف قدامه منجم دهب مفتوح. كان كل شوية يجيب شوية معلومات ويقابل حد من السوفييت يديله المعلومات وياخد 20,000 دولار، لدرجة إن بعد كام سنة من الحركة دي قدر إنه يجمع من السوفييت أكتر من 4,600,000 دولار، وقدر يجمعهم في 9 سنين بس تقريبا. وبالمناسبة دي كانت أكتر كمية فلوس الاستخبارات السوفيتية دفعتها لحد من العملاء المزدوجين بتوعها. لكن في نفس الوقت برضو المعلومات بتاعت ألدريش ما كانش أي حد يقدر يجيبها، يعني بسبب معلومات ألدريش فالتقارير بتقول إنه على الأقل تم إعدام 10 عملاء كانوا شغالين لصالح أمريكا ضد الاتحاد السوفيتي. وطبعا مع الوقت والفلوس دي كلها ابتدت تظهر على ألدريش هو ومراته ماريا، واللي كان لحد الفترة دي مش متجوزها بشكل رسمي، لكن بعد ما بقى معاه فلوس قرر إنه يتجوزها. وماريا كانت أصولها من دولة كولومبيا، فعشان ألدريش يخفي كمية الفلوس الرهيبة دي واللي كانت استحالة تيجي ليه من شغله في الظروف العادية، ابتدى يقنع CIA والناس اللي حواليه إن ماريا من عيلة في كولومبيا غنية جدا، وإن الفلوس اللي معاه والعز اللي ظهر عليه ده بسبب مراته اللي كانت بتديله فلوس هي وعيلتها. ولكن في الحقيقة كان ألدريش بيبعت فلوس لحسابات أهل ماريا بره أمريكا عشان يبان في التحقيقات إنهم معاهم فلوس كتير، وإن هي دي السبب في الفلوس اللي معاه. وفي سنة 1986 الوضع خرج عن السيطرة وتم كشف العديد من العملاء وقتلهم، فابتدت وقتها CIA تحقق بشكل جدي في الموضوع. وفي سنة 1990 CIA استبعد إن ممكن يكون في أجهزة تصنت متركبة في المباني الخاصة بيهم وهي السبب في التسريب، وبرضه استبعدوا إنه ممكن يكون الاتحاد السوفيتي اخترق الاتصالات السرية المشفرة بتاعة CIA. وأدركوا وقتها بقى إن أكيد في شخص ما جوه الجهاز هو السبب في تسريب كل المعلومات المهمة دي، وابتدوا يبحثوا عن مين هو الشخص ده. وفي سنة 1991 كان بالفعل تم الاشتباه في ألدريش، ولكن مش من الرؤساء بتوعه. يعني ألدريش قدام الرؤساء بتوعه هو شخص مفيش منه اتنين بيعمل شغله كله وبأعلى مستوى كمان، خصوصا انه حتى كمان اتحط على جهاز كشف الكذب مرتين، وكان بيتم التحقيق معاه بخصوص هل هو تبع الاتحاد السوفيتي ولا لا، وفي كل مرة الجهاز ما كانش بيكشف حاجة. وده كان بسبب تدريبات ألدريش وخبرته الكبيرة، وكمان بسبب مساعدة السوفيت ليه، واللي علموه ازاي يبقى قادر انه يجتاز اختبار كشف الكذب بكل سهولة من غير ما يبان عليه حاجة. ولكن في الحقيقة اصحاب ألدريش وزمايله في الشغل هم اللي شكوا فيه وحسوا ان في حاجة غلط بتحصل، وده كان بسبب الفلوس الكتير اللي كانت معاه، لدرجة انه راح وعالج سنين
سنانه وعمل لها تبييض، وده بعد ما كان شكلها كارثي بسبب شرب الخمور والسجاير. وطبعا عملية زي دي في الوقت ده كان سعرها خرافي ومبالغ فيه. ومع سنة 1991 كانت دي نهاية الاتحاد السوفيتي وتفكك لأكتر من دولة، وساعتها CIA ابتدت تعمل تحقيقات مكثفة عن ألدريش، وخصوصا بعد ما بقى ظاهر عليه بشكل واضح الفلوس الكتير قوي اللي معاه. يعني في الفترة دي كان عنده بيت ب550 ألف دولار وعربية ب50 ألف دولار، وكل ده وهو مرتبه في السنة كلها أصلا كان 70 ألف دولار. فده معناه إنه عنده مصدر تاني للدخل، ومش أي دخل، ده ملايين. المهم بقى إن CIA ابتدت تركز قوي مع ألدريش وتحط جهاز تعقب وتصنت في العربية بتاعته، وابتدت تراقب بيته والبريد اللي جايله. والموضوع وصل لدرجة إنهم كانوا بيفتشوا في أكياس الزبالة اللي كان بيطلعها، يمكن يطلعوا منها بأي معلومة مفيدة. وفضل الوضع كده لحد ما فعلا وصلوا للمعلومات اللي بتفيد إن ألدريش شغال مع السوفييت. وتم القبض على ألدريش يوم 21 فبراير سنة 1994 بتهمة خيانة بلده لصالح السوفييت. وفضل ألدريش يقول إنه لا، ما عملش حاجة وإنه مظلوم، لحد يوم 28 أبريل. في اليوم ده اعترف ألدريش بكل حاجة واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ومراته ماريا اتحكم عليها بالسجن لمدة 63 سنة. والتهمة بتاعتها كانت مساعدة ألدريش والتهرب الضريبي وكام تهمة تانيين كمان. وبعد استكمال التحقيقات اكتشفوا ان ألدريش كان السبب في مقتل اكتر من 10 عملاء من CIA، وانه كان السبب في كشف اكتر من 100 عملية استخباراتية امريكية سرية. وكمان اتكشف انه كان السبب في انه كان بيزرع جواسيس جوه اجهزة حساسة في امريكا لصالح السوفييت. والى الان ألدريش قاعد في السجن بيقضي العقوبة بتاعته وهو لسه عايش وعنده 83 سنة. وبس كده نكون حكينا قصة واحد من أخطر الجواسيس في تاريخ أمريكا، واللي كان موجود في فترة من أخطر الفترات بالنسبة لأمريكا، وشفنا إزاي شخص واحد ممكن يكون السبب في كوارث كتير لدولة كبيرة بحجم أمريكا. حابة أعرف رأيكم في الفيديو في الكومنتات، وإيه المواضيع اللي تحبوا نتكلم عنها الفيديوهات الجاية. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشير الفيديو مع أصحابكم اللي ممكن يحبوا المحتوى ده، واستنوني الفيديو الجاي مع قصة جديدة. سلام.